الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين إعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. جاء ذلك بحسب أمرين ملكيين صدرا عن العاهل السعودي وفق وكالة الأنباء الرسمية واس. وبحسب الأمر الملكي الأول يعاد تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وعضوية 20 آخرين. وتأسست هيئة كبار العلماء وفق مرسوم ملكي في عام 1971 وتضم مجموعة من كبار علماء المملكة في الشريعة الإسلامية ويجري اختيارهم بأمر ملكي. ونص الأمر الملكي الثاني على إعادة تكوين مجلس الشورى من قبل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا وعضوية 150 نائبا لمدة 4 سنوات هجرية. ونص الأمر ذاته على تولي مشعل السلمي منصب نائب رئيس مجلس الشورى بينما تتولى حنان الأحمدي منصب مساعد رئيس المجلس. وبحسب تعريف مجلس الشورى عبر موقع الإلكتروني الرسمي يعد المجلس إحدى سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويتكون من رئيس و150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة TV.